عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة تركيب الأقمار واحدة ست ترددات على اليوتيوب. معكم أخوكم مصطفى الشناوي. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن تردد قناة الشمس تي في أو قناة الشمس الإخبارية. طبعا قناة الشمس الإخبارية هي واحدة من القنوات الجديدة الإخبارية عبر القمر الصناعي النايل سات. طيب النهاردة هنتكلم عن تردد القناة ديت يا جماعة بتعمل على الأجهزة الاتش دي. طبعا احنا قلنا ان القنوات في قنوات بتبدا تشتغل على بصفه الاتش دي فقط، فلازم يكون عندنا اجهزه اتش دي علشان نقدر نستقبل القنوات دي. النهارده معانا تردد قناه الشمس تي في. تردد القناه 11977 مع معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون عمودي حرف الفي. ده التردد الخاص بقناة الشمس الإخبارية، هي واحدة من القنوات الجديدة عبر القمر الصناعي النايل سات. تردد القناة تاني يا جماعة هيكون 11977 مع معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون عمودي حرف الفي. طبعا القناة ديت قناة إخبارية تعمل بجودة HD، والقناة يمكن استقبالها في جميع أنحاء الوطن العربي. سواء كان عندك، لازم يكون عندك جهاز HD علشان تقدر تستقبل وتشاهد قناة الشمس تي في عبر القمر الصناعي النايل سات. نقول التردد تاني يا جماعة. التردد الخاص بقناة الشمس تي في الإخبارية ترددها هيكون 11977 مع معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون عمودي حرف الفي. ده التردد الخاص بقناة الشمس تي في. طبعا القناة اسمها كده على الأجهزة الاتش دي. أول ما تعمل بحث عن التردد هتلاقيها تحت اسم قناة الشمس تي في، وهي قناة تعمل بجودة اتش دي. الناس اللي قناة تعمل بجودة اتش دي، الناس اللي عندها الأجهزة العادية طبعا القناة مش هتنزل معاك، أو ممكن تنزل معاك ولكن هتشتغل صوت فقط. فلازم يكون عندنا جهاز اتش دي علشان نقدر نستقبل ونشاهد القنوات الاتش دي. ده كان فيديو النهارده الخاص بقناة الشمس تي في. التردد تاني يا جماعة 11977 27500، والاستقطاب حرف الفي عمودي. في النهاية الناس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة تركيب الأقمار واحدة ست ترددات على اليوتيوب. كان معكم أخوكم مصطفى الشناوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.